تخيل معايا واحد كسب ملايين من تجارة مخدرات أو سرقة أو أي شغل ممنوع. الفلوس دي مش هيقدر يحطها في البنك كده عيني عينك، لأن أول ما يحطها الحكومة هتسأله جبتها منين، ولو ما عندوش إجابة مقنعة هيتسجن ويتصادر كل حاجة. هنا بقى بيجي دور حركة اسمها غسيل الأموال. أيوة، فلوس بتتغسل بس مش بالمية والصابون، دي عملية تانية خالص. قبل ما نفهم الحكاية ونكتشف ازاي المجرمين بيعملوا كده، دوس اشتراك وفعل الجرس علشان أي سؤال بيبدأ بيعني إيه هتلاقي إجابته هنا. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة، يعني إيه غسيل الأموال؟ غسيل الأموال ببساطة هو تحويل الفلوس اللي جاية من مصدر مش قانوني لفلوس شكلها قانوني ونضيفة، بحيث يقدر يستخدمها في أي حاجة من غير ما حد يشك فيه. يعني تخلي الفلوس اللي محتاجة تتغسل تبان إنها جاية من شغل شريف. طيب ليه بيعملوا كده؟ السبب واضح، المجرم عايز يستمتع بالفلوس اللي كسبها، يشتري بيها عربية أو فيلا، يسافر أو يستثمر. لكن لو الفلوس متسجلة إن مصدرها جريمة مش هيقدر يستخدمها، فبيحاول يغير هويتها، يخليها تبان كأنها جاية من بيزنس قانوني. طب إزاي بيتم غسيل الأموال؟ الموضوع بيتم في 3 مراحل أساسية، لكن جوه كل مرحلة في طرق وحركات كتير جدا. ممكن نقول بعضهم دلوقتي. المرحلة الأولى دي بيكون اسمها الإيداع. دي الخطوة اللي المجرم بيحاول فيها يدخل الفلوس اللي محتاجة تتغسل للنظام المالي، ودي أخطر مرحلة، لأن أي غلطة هنا ممكن تكشفه. إزاي بيعملها؟ ممكن يقسم الفلوس الكبيرة دي لمبالغ صغيرة ويحطهم في حسابات مختلفة أو حتى بنوك مختلفة، عشان ما يعديش الحد اللي يخلي البنك يبلغ عن العملية. لأن البنوك ليها حد معين، لو المبلغ زاد عنه لازم يبلغه. طريقة تانية إنه يشتري أصول غالية كاش زي ذهب مثلا أو ألماظ أو ساعات فخمة أو عربيات، وبعدها يبيعها ويحط الفلوس في البنك كأرباح بيع. يعني مثلا اشترى عربية سعرها 100,000 جنيه ويبيعها بعد كده، ممكن يبيعها بنفس المبلغ، بس مش هيقول إنه باعها بنفس المبلغ، هيقول إنه باعها ب150,000 جنيه. فلما يروح يحط الفلوس في البنك كده ال50,000 جنيه دي اتغسلت من الفلوس اللي كانت جاية بطريقة غير قانونية. في طرق تانية، إنه يستخدم محلات أو شركات صغيرة كواجهة زي مطاعم مثلا أو مغسلة عربيات، ويخلط الإيرادات الحقيقية بالمبالغ اللي جاية من الشغل الممنوع، بحيث تبان على الورق إنها أرباح طبيعية. يعني ياخد الأرباح اللي جاية من الشغل الحقيقي الرسمي ويزود عليه شوية من الفلوس اللي جاية بطريق غير رسمي، ويحط الاتنين على بعض كأنهم أرباح الشركة الفعلية اللي هو فاتحها كواجهة. دي كده المرحلة الأولى. نخش بقى على المرحلة التانية، ودي اسمها مرحلة التمويه أو التعتيم. هنا بيبدأ اللعب الكبير. المجرم بيحاول يعقد مسار الفلوس علشان محدش يعرف يوصل لمصدرها. بيعمل تحويلات بنكية كتير من بلد لبلد أو من بنك لبنك، وكل شوية يغير العملة، مرة دولار مرة يورو مرة جنيه. برضه ممكن إنه يغير شكل الأصول دي، يعني يحول الكاش لذهب وبعدين يبيع الذهب وياخد الفلوس كأنها أرباح تجارة مشروعة. يدخل في صفقات تجارية معقدة زي إنه يشتري سلعة من شركة تانية بأسعار مبالغ فيها وبعدين يبيعها بخسارة شكلية، على الورق يبان إنه خسر. كل ده عشان يخفي مصدر الفلوس، ما حدش يعرف يتتبع الفلوس دي بدأت منين وإزاي وصلت للحساب ده في النهاية. المرحلة الثالثة ودي الأخيرة اسمها الدمج. هنا الفلوس بقى بترجع لصاحبها وكأنها فلوس نظيفة تماما. ممكن هنا بقى يبدأ يستثمر في العقارات أو يشتري أرض أو عمارة وبعدين يبيعها بأرباح ويحطها في البنك، كده خلاص الفلوس بقت نظيفة رسمي. خلاص فلوسه بقى ممكن يستخدمها زي ما هو عايز، يدخل البورصة ويقول إن المكسب جاي من الاستثمار، يفتح بيزنس جديد ويقول الأرباح منه، أو حتى يعيش بيها حياة طبيعية من غير ما حد يقدر يثبت إنها جاية من جريمة. خلينا نقول مثال عملي. في حالات كتير اتكشفت زي مطاعم أو محلات لقوا إنها واجهة لغسيل الأموال. المالك أو صاحب المطعم كان بيدخل أرباحه الحقيقية مع المبالغ اللي جاية من تجارة ممنوعة، وبكده كل حاجة تبان قانونية. وفي اللي بيستغل تجارة العقارات، يشتري شقق أو أراضي بمبالغ كاش
وبعد فترة يبيعها ويحط الفلوس في البنك كأنها أرباح طبيعية. طب في سؤال دلوقتي، ليه غسيل الأموال خطير؟ الموضوع مش بس تهريب فلوس من القانون، غسيل الأموال بيخلي المجرمين يكملوا نشاطهم، لأن الفلوس بتفضل تدور وتشتغل معاهم. كمان بيأثر على الاقتصاد، الفلوس دي بدل ما تروح لمشاريع حقيقية تفيد الناس، بتروح لأنشطة مش منتجة أو ضارة زي تجارة المخدرات أو الفساد. دلوقتي نيجي لسؤال، إزاي بيتم اكتشاف غسيل الأموال؟ البنوك والمؤسسات المالية عندها أنظمة قوية لمراقبة العمليات المشبوهة. يعني مثلا لو حد حط مبلغ كبير فجأة من غير سبب واضح، البنك ممكن يحقق. أو لو في عمليات متكررة بمبالغ صغيرة، ده ممكن يكون محاولة لتفادي الرقابة. أو لو تحويلات لدول معروفة بغسيل الأموال، ده برضه بيخلي البنك يشك ويبلغ. وفي أجهزة حكومية كاملة شغلتها تتابع مصدر الفلوس لو شكت إن ده ممكن يكون غسيل أموال. العقوبات بقى لغسيل الأموال في أغلب الدول، غسيل الأموال جريمة كبيرة جدا، العقوبات ممكن توصل للحبس لسنين طويلة وغرامات بالملايين، وكمان مصادرة الفلوس والممتلكات اللي اتجمعت بالطريقة دي. دلوقتي أنا عندي سؤال ليك، تفتكر لو اكتشفت إن حد من معارفك بيغسل فلوس، هتبلغ ولا هتسكت؟ وهل ده هيختلف لو كان شخص قريب منك جدا؟ في النهاية غسيل الأموال مش حاجة بنشوفها في الأفلام بس، ده واقع بيحصل حوالينا كل يوم. يمكن إحنا ما بنشوفوش بشكل مباشر، لكن تأثيره موجود على الاقتصاد والمجتمع. قولولي في التعليقات، تفتكروا كام في المية من الفلوس اللي في العالم اتغسلت قبل ما تدخل البنوك؟ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس، واستنونا في الحلقة الجاية من يعني إيه، لأن أي سؤال وليه جواب. سلام.